الموضوع. وهذا انا بعدا والله شرف لي كبير انكم تكونوا تؤتتون هذا النقاش الراقي واللي فيه ما شاء الله من الافكار، ويحصل لي شرف. مرحبا، وتحياتي لك اخويا سعد مره اخرى، والف الف مرحبا بك، شرفتنا حبيبي. سي كمال، اظن ان الكلمه عندك. نعم، تحياتي لك تفضل. خي إدريس، تحياتي للخوت جميعا. للاسف الشديد انا بالنسبه واحد الانسان كنتكلم منطقي وكنقول الكلام اللي هو في قلبي، لا اجامل ولا انافق ولا اكذب على احد. للاسف الشديد كنشوف المغاربه يتقنون فن الجلد عوض الوقوف اليوم يد واحده ضد العدو الخارجي. يعلقون ضعفهم على الضحيه من بني جلدتهم لانهم لا يتقنون مواجهه الاجنبي، وهذا ضعف في بعض المغاربه اراه. الجلد والنقد اخوتي المغاربه ليس وقته اليوم. اليوم وقت الدفاع ضد ما يحاك ضدنا. وماذا ننتظر من المغاربه من اجل الخروج من قوقعه الانبطاح الاجنبي والنقاشات السفسطيه؟ انا ارى انه ليس وقتها اليوم. وان كان وقتها اليوم انا اسائلهم واطالبهم: اين كنتم من تأطير المغاربه قبل ان يحدث ما حدث؟ أين كنتم من تأطير المغاربة قبل أن يحدث ما حدث اليوم؟ البروباغندا اليوم لم تعد خفية، وإنما وصلت اليوم إلى مرحلة الحرب المباشر ضد المغرب. إذن علينا جميعا أن نجيب، ولم يعد هناك الوقت للسفسطيات الكلامية. ثاني حاجة، فاش كنتكلموا وكنمشيو كنهضروا على حساب هاد الافارقه وما يحاك من طرف الافارقه، وغادي نجيو نمشيو للكلام ديال الرئيس السنغال لما استقبل المنتخب ديالو وقال: لقد رفع الاسود رؤوسنا عاليا بالتزامهم بالوعد الذي قطعوه لنا. لقد حققوا الفوز بشجاعه وقدموا كرة قدم رائعة بروح رياضية مثالية داخل الملعب وخارجه. لقد أثروا فينا بمشاعر قوية، ومن جانبنا وعدناهم بأننا سنتفاعل مع كل خطوة يخطونها وسندعمهم ونشجعهم على تحقيق المجد. إذن هذا تأكيد على أن ما حدث نظاما وشعبا تجاه المملكة المغربية. أنا كمواطن مغربي بعيد عن الحسابات السياسية وعلى المصالح الاقتصادية اللي كيقوم بها النظام ديالنا، وإلا جيت نتكلم فيها كيقول لي لقى خير من العسل غير يلعقو. إذن حنا هنا فاش كنتكلموا وكنوجهوا النداء ديالنا، مثلا أنا كمواطن مغربي كنقول على أن الأفارقة من بعد ما خرجوا رؤساء هذا السينغال كيأكد الكلام وداك الشيء اللي داروا، قال لهم كنا كندعموكم، اي دعمهم في ذاك الخروج للماتش، دعمهم في ذاك عمليه السحر، كانوا تابعينهم خطوه خطوه ضد ماذا؟ ضد مصلحه الوطن وضد ابناء هذا الوطن. حتى الكلام اللي حتى الافعال اللي تقامت في السينغال من طرف السينغاليين في حق ولاد بلادنا، اذا راهم كانوا خطوه خطوه كقتلوهم، ما عندك ما تدي منهم لا حق لا باطل. اذا حنا هنايا كنقولوا على ان الملاعب الافريقيه، اللي تكلم عن الملاعب الافريقيه، وانا شوفوا الخوت ما تشوفوش كلامي عدائي، بالعكس انا والله ما كنحقد على حد، الا كل بالعكس انا فرحان بهذا المجمع اللي كيجمعنا حنا كلنا مغاربه اليوم، سواء نتفق سواء نختلف، لكن ماشي وقت السفسطيات في الكلام والمثاليه. انا فاش كنشوف مثلا هذه الدول الافريقيه اللي كانوا كيقوموا كيستافدوا من مباريات في الملاعب المغربيه فابور، حنا ما كنقولوش ما خصش الجامعه الملكيه لكره القدم تمنع او الاستضافه ديالهم ما تخليهمش يلعبوا، وانما كنقولوا اليوم يجب الاستفاده من الملاعب المغربيه ديالنا ماديا. وهذا الزمن الدعم المغربي لدول افريقيا انتهى، وهذا الشيء اللي كنقولوا حنا ماشي انا اللي قلته، وانما انا سمعته من رئيس الاتحاد الافريقي اللي صرح وقال ان المغرب ينقذ البطولات التي ترفض الدول الاستضافه ديالها. اذا يجب ان نخرج من منطق المغرب المنقذ وكل واحد يخرج يضرب على راسه. ولا زمن الدعم لافريقيا ليس لاننا لا نريد، وانما افريقيا لا تستحق اخي ادريس، افريقيا لا تستحق. فاش كنجيو نشوفوا حنايا مثلا هذه القضيه ديال العدو، وعلى ان نركزوا على الجزائر، واخا دابا حنا كنشوفوا حنا في مساله ملف الصحراء المغربيه ومساله البوليزاريو، عندنا من بني جندتنا في مخيمات تندوف تم استغلالهم والتغرير بهم من اجل الضرب في مصلحه الوطن، ولا العدو الاساسي ديالنا هو بنو جندتنا اللي هو عند الجزائريين في مخيمات تندوف. اذا لماذا لا نقول علينا الا نتكرغل
وأن نستعطف تلك ذاك المغاربة وأن نستضيفهم في منصاتنا ونناقشهم، لكن العدو الرئيسي هو الجزائر. حنا فاش كنشوفوا هاد البوليخاريو واللي ما قدروش يدخلوا لبلادنا ويضربوا الامن والاستقرار د بلادنا، شفنا هاد الافارقه اللي هما مقيمين في المغرب بطريقه غير شرعيه هما اللي هجموا على سبتهم ليبيا لما رجعت اسبانيا والمغرب في العلاقات ديالهم واعترفت بمغربيه الصحراء، ونظام الكبرانات بغى يضرب في هاد العلاقه المغربيه الاسبانيه من خلال التهجم ديال الافارقه عن طريق سبتهم ليبيا بالسيوف المدججين بالسلاح. اذا انا كنشوف هاد الافارقه المقيمين بطريقه غير شرعيه في المغرب كيشكلوا واحد العائق امام التقدم المغربي، وكيشكلوا واحد الخطر حقيقي امام مصالح المغرب وامام حلفاء المغرب، خدمه لمن؟ خدمه للاجنده الخارجيه، لاجنده الكبرانات واجنده فرنسا. اذا واش هنايا خرجنا حنا كنتقدوا ولا كنقولوا واحد الكلمات عنصريه؟ لا، قلنا على ان هاد الافارقه مغرر بهم وبقينا نعطيو التبريرات، وهذا خطا طحنا فيه. احنا كنشوفوا على ان هاد الافارقه هما اللي جندتهم الجزائر عبر الحسابات الرقميه وهجمت بهم عن طريق مدينه الفنيدق، واللي بداو كيغروا حتى بالمواطنين المغاربه وهجموا على مدينه الفنيدق وهرسوا الديور ديال العباد الله وخرجوا كيتضاربوا حتى مع الامن المغربي. واش هاد الخطر كيجي من ولاد بلادنا ولا كيجي من عندهم؟ كيجي من عندهم. شفنا على ان هاد الافارقه قنبله موقوته داخل المغرب فاش بدات الجزائر هي وقطر في الحمله السيبرانيه ديالها والحرب السيبرانيه، واللي اتجهوا عبر الديسكورد وبالحسابات ديالهم باش يحرضوا المغاربه داك الشباب القاصرين اللي هما عندنا داخل المغرب. لكن شفنا الامن المغربي خلى المغاربه الشباب القاصرين وانما اتجه باش يدبر الازمه ديالو ويواجه الحرب السيبرانيه اللي قاموا بها عن طريق الافارقه اللي خرجهم من المدن الكبيره وداهم الى مناطق باش ما يتشاركوش مع المغاربه، لان الامور كانت لا تحمد عقباها. اذا كنشوفوا على ان الاجهزه الامنيه كتطلب واحد المجهود كبير باش نواجهوا هذه الافارقه. كذلك نفس الشيء اليوم اللي كنشوفوه يقع داخل التظاهره الرياضيه، واللي كنعرفوا ان الهجمه نتفقوا نقولوا سيدي هجمه فرنسيه جزائريه، وانا لا اؤمن بنظريه المؤامره، لانني انا كنقول ان عندنا نظام قادر يواجه فرنسا وركعنا جذبوا فرنسا. اذا هنا كنشوف على ان هاد الافارقه هما اليوم اللي قتلوا لنا خويا ذاك المواطن اللي هو في الملعب، اللي هو متطوع في هذا الملعب باش يوفر الامن لكل مواطن ويوفر الامن لذاك التظاهره. هما اللي قتلوه، ماشي قتلوا نظام الكبرانات. هما اللي تهجموا على الملعب ديالنا واللي بداو كيمشاو حتى لذاك اللوحات الالكترونيه وبداو كيهدموا فيها وكيصدموا فيها عنوة. السي كمال، القرار اللي خرج من الامن الوطني السيد مازال ما ماتش. هذا اللي كيدور اخي ادريس، لا اللي على ما يجول البيان، هذا البيان. المهم نتمناو من الله يشافيه. الحاله ديالو ليست مستقره مع الاسف. نعم، نتمناو من الله يشافيه. آمين. اما واحد المساله اخرى اخي ادريس، فاحنا كنقولوا كيف ما قال مالك بن نبي: عندما يكون الوطن مستهدفا يصبح الحياد خيانه والصمت تواطؤا والمثاليه ادلالا. احنا منين الوطن ديالنا متهجم من طرف قاره باكملها، المثاليه ديالنا هنا تعتبر ادلالا، راه كنوليو مدلولين، والصمت ديالنا كيتعتبر تواطؤ على هذه الاعمال، والحياد ديالنا كيتعتبر خيانه، لان فاش كيتلاقاو الجيوش في المعارك ما كتبقاش مساله ديال اتفاقيات حربيه او ما خصكش تقتل هذا الرئيس او ما تقتل هذا الضابط او تقتل هذا الجندي. ملي كندخلوا للمعركه راه خصك تضرب على عرامك، لانك الا خليتي غرام من الفلطه غادي يصفيوها لك. اذا هنايا فاش كنجيو نتكلموا حنا بالكلام ديالنا، حنا راه ما كندعيوش للعنصريين. وصاحب الجلاله الملك محمد السادس اخي ادريس في الخطاب ديالو كان صريح وواضح لما كان اطلق على المغاربه يسبون الجزائريين، والملك محمد السادس خرج كيوجه الرساله لهذوك الابواق اللي كانوا كيقولوا على ان المغاربه كيسبوا الجزائريين، وقال: وإن الادعاءات التي يقومون بها البعض ويقولون على أن المغاربة يسبون الجزائر والجزائريين فهم غير مسؤولين. هنا واش كيتكلم الملك محمد السادس أننا لا نجيب عليهم؟ لا، راه كيشوفنا نجيب، ولكن كاين الفعل، ولكل فعل ردة فعل، أي بمعنى العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، أو العين بالعين والسن بالسن والبادئ أكرم. إذا هما بداو بالشر
وهذه ردة فعل ديال المغاربه. اذا هنا فاش نجي وبلادنا كتهجم ونجي انني نرد ويتهمني واحد اخر يقول لك انا عنصري، فالعنصريه هي اللي تقامت ضد بلادنا، المؤامره هي اللي تقامت ضد بلادنا، ماشي انا اللي عنصري. انا كندافع على بلادي. نزيدك حاجه اخرى، علاش كنقوم انا بهذه الخطابات اللي ربما غادي يشوفني انني واحد اخر متطرف، وانا يشرفني ان اكون متطرفا من اجل بلدي، ويشرفني ان اكون متطرفا من اجل ابناء بلدي. شرف كبير ليا باش نكون متطرف ضد مع مصلحه بلادي وما نكونش متطرف ضد بلادي. نعطيك كمثال علاش كنقول هذه الخطابات. رد البال غنطير انا خاي ادريس، انا يطيروني، انا ما باغي نطير، انا باش عرف اخي ادريس انا باغي نطير. المهم نوصل كلامي كيف هو. تفضل دابا نجي نعطيك علاش حنايا كنخرجوا بهذا الكلام هذا. فراسك اخي دريس، سيادنا الاولى شنو قالوا؟ قالوا سيدي ومولاي مع بعض الناس ما كتقريش. فراسك ان سيدي ومولاي وفتح النقاش وننزلوا لطاوله الحوار ونخرجوا بواحد الخطاب توافقي، ولا يجب ان نتخذ قرارات آنية وعلينا ما نديروش رد الفعل. فراسك هذه هي اللي خلاتنا صديقي اننا نخونوا النظام ديالنا في مساله التطبيع. فراسك ان هاد الخطابات وهاد التعاطف ديالنا هي اللي خلات المغاربه يخرجوا في الشوارع ويهدوا الامن ديال المغرب ويهدوا سلامه المواطن، ومشاو حتى لمدينه طنجه كيهجموا على الموانئ المغربيه باش يرضيو قطر. فراسك ان هاد الخطابات هذه هي اللي خلات المغاربه يمشيو يخرجوا في الشوارع المغربيه ويتظاهروا نصره لايران ويتظاهروا نصره لفنزويلا نهار الافتتاح ديال المونديال. اذا هاد الشيء هذا المغاربه خصهم يستافدوا منه، وهذا الشيء هذا خص المغاربه يعرفوا ان هذا النظام المخزن اللي كيقول نظام الكبرانات، ان هذا النظام المخزن فايتنا حنا بسنوات. علاش؟ كانوا كيضربوا في علاقتنا خاي ادريس مع اسرائيل ومع امريكا ومع بعض الدول، لكن بالله عليك واش البلد مستطاعه انها تستمر بوحدها؟ واش بلد ديالنا ما خصهاش حلفاء اقوياء اللي يساندوها في القرارات ديالها والمواقف ديالها؟ اذا حنا هنايا فاش غنجيو نقولوا غادي نواجهوا هذا الغرب وغادي نضربوه في حلفائنا مع ديال الغرب وغنضربوا في هذه الحلفاء الاقوياء وغادي نديروا اليد في اليد من اجل افريقيا جديده وافريقيا القاره و مع من سنضع يدنا في يد بعضنا؟ واش هادو غادي تحالف عليه معاهم؟ اذا مني ما كتلقاش الحليف من بني جنداتك خصك تقلب على حليف اخر. اذا هاد الناس اللي خرجوا كيخونوا وخارجين كيضربوا في البلاد ديالنا خصهم يفيقوا ويوعاو. وهاد الناس اللي دابا جايدين بهذا الترحاب اللي هو ولا دل انا كنشوفو، وجايبين جزائري ها يعطيه التمر ها اللي يعطيه الحليب، جايب سينيغالي ها اللي هز الرايات السينيغال وجالس يحتفل به. اخويا العزيز راه بلادك اولا وبلادك ثانيا وبلادك ثالثا، وراه مجرد ما توقف في المواقف كتلقاهم كيدوروا انت كتسن ليهم روابط المحبه والاخوه والود وما الى ذلك، وهما كيكونوا كيمضيو السيوفه ديالهم باش يستعدوا يطعنوك من الخلف، وهذا الشيء اللي وقع داخل المغرب. اذا الى متى غنستمروا حنايا بهاد الافعال ديالنا؟ اذا حنا اليوم يجب علينا التحذير من هاد الاعمال اللي كنقوموا بها، والنظام المغربي والعلاقات المغربيه حنا الكلام ديالنا ما عنده حتى شي وزن سياسي. ونحن نعطيك كمثال كاينين احزاب داخل اسبانيا اللي كيناديو من اجل ترحيل الافارقه والمغاربه بالذات في قلب فرنسا بترحيل المغاربه. لكن هاد الاحزاب اللي هما كيضغطوا انا كنشوفهم غير من مواقع التواصل الاجتماعي، كيطلع عندي مغربي كيقول لي راه كاين واحد الحزب كيحرض علينا وحنا كنقولوا لهم حذاري من ذاك الحزب، انضبطوا الخوت عندكم ديروا شي حاجه. بالعكس سلامتكم كتهمنا، ان الجاليه المغربيه كتهم المملكه كتهم الملك محمد السادس. اذا هنايا كينخرطوا داك المغاربه في واحد المساهمه اقتصاديه ديال داك الدول وكيساهموا في الامن والاستقرار ديال داك الدول. اما هاد الافارقه اللي عندنا هنا خاي ما كاين حتى شي صوت واحد اللي كينتقدهم، ما كاين حتى شي صوت. دابا اليوم الافارقه بدون حياه بدون حشمه خارجين اليوم كيطالبوا كلهم، هاد السينيغاليين كيطالبوا من النظام المغربي باش يطلق داك السينيغاليين اللي هما ضربوا داك رجل الامن، داك السينيغاليين اللي داروا داك الاعمال التخريبيه. كيقول لك خصهم يطلقوهم، دايرين جرائم ثابته في حقهم، كيقول لك خصهم يطلقوهم. بالله عليك انا فاش نجي نرد عليهم تقولوا لي انا متطرف؟ هو دار الكارثه وما حشمش انه يخرج بوجهه احمر ويقول لك طلقوهم. شكون هو هذا الافريقي؟ انا نقول لك انا في نفسي الافريقي قدامي انا لا شيء. صحيح كنا في واحد السنوات اللي ما عشهمش انايا وكيعاود لي جدي كنا دازنا ظروف صعبه،
المواطن المغربي ما كيسوى حتى شي حاجه. كانوا الافارقه عايشين مع الاستعمار، وكانوا كيجيبوا الافارقه باش يدخلوا على بلادنا ويضيقوا علينا. داروا الافارقه حلفاء باش انهم يرجعوا المغرب جزيره فوق الارض. والمغرب لا كان بغى ينفتح على افريقيا ما عنده حتى شي سبيل. موريتانيا، مالي، النيجر، المغاربه ديالنا فين ماتوا سائقي الشاحنات؟ ماشي في مالي في العهد ديال النظام السابق. اذا كانوا محاصريننا. زيد حاجه اخرى، الى اليوم المغرب يقدم لافريقيا ولا تقدم له افريقيا. حتى مؤتمر الوحده الافريقيه ورموز الثوره الافريقيه، وانا اللي كيجي كيبقاو يتكلموا لي في شي حوايج جوليوس نيريري، ولا غيجي يتكلم لي انا من كوالكروما، ولا غيتكلم لي باتريس لومومبا. انا هاد رموز الوحده الافريقيه اللي كيقول لك رموز الثوره وجمال عبد الناصر والهواري بومدين، باش استفد منهم المغرب؟ ياك نفسهم هاد رموز النضال هما اللي دعموا التقسيم ديال المغرب، هما اللي تامروا على المغرب، هما اللي كانوا مع الحدود الموروثه عن المستعمر الفرنسي، هما اللي قسموا بلدانهم. اسمع كمال، اذا انا بلاتي اخي، بلاتي سي عبد الكريم، شوف بلاتي سي عبد الكريم، لا غير واحد كلمه، غير كلمه واحد راه كاتب لهم الجزائريين لتحت بركه الجزائريين خرجوا. راك صافي داكشي اللي بغيت توصل لهم كمال راه وصلتي، قال لي صافي خرجوا، وصلهم الميساج كمال. الله يجازيك بخير السي. لا هو دابا داكشي اللي دابا انت عطيتيهم داكشي اللي بغاو راهم خرجوا بحالهم، اداو المهمه خاي كمال. شوف الدكتور عبد الكريم، شوف حنا دائما كنمشيو بالمنطق، يخرج ولا لا يخرجش هذاك كيبقى رايه. لكن انا كمغربي راه التعامل ديال نظامنا حنا شنو كنقولوا؟ مطالب وليس اوامر. مثلا غير الملك محمد السادس كان كيقول اليد الممدوده. واش حنا درنا اليد الممدوده؟ حنا ما درناش اليد الممدوده، بالعكس حنا بقينا متثبتين في المواقف ديالنا. السياسه المغربيه تمشي في جهه، وحنا نحميو الامن الداخلي ديالنا كمغاربه اللي كيقوموا بالغزو وكيستعملونا حنا كشعب باش نضربوا المصالح ديال بلادنا من الداخل. اذا حنا خصنا نكونوا بدرايه على هاد الاخطار اللي كتجينا من هاد الشعوب. انا ما يجيش الجزائري يقول لي خرجوا، انا الجزائري لا غيجي عندي نهضر مع جوج هضرات. واخيرا انتهت الاحتفالات بخساره المغرب، وعادت المياه الى مجاريها داخل الجزائر، واصبح الشعب الجزائري يشد الطابور على شكاره تاع حليب وشكاره تاع الزيت، وعادت الامور الى مجاريها، ويصعد المواطن الجزائري في حافله الايتوزا. اما المغربي فهو يتمتع بجماليه المغرب، ويتمتع بالبنيه التحتيه المغرب وبحافلات المغرب. هكا نشوفها انا. يجي جزائري يجي البوطات الغاز والبوطات الغاز وكل شيء كاع داكشي كامل راه صافي انتهاو. اذا حنا انا خاي ادريس فاش كنقولوا السياسه المغربيه. شوف غير جوج البوليس عندنا في المغرب، واحد كيجي كيخاطبك كيقول لك عندك مخالفه وخصك تسجلها، فاش كتبقى تعند عنده كيجي عندك واحد اخر كيقول لك شوف الا ما بغيتيش تخلص راني غندفع لك المحضر للمحكمه وتمشي للمحكمه وكيصعد معاك. ملي كيصعد معاك كيجي عندك الاخر كيقول لك شوف مساله طبيعيه، درتي مخالفه خلص هنا 150 درهم حسن لك ملي، يعني واحد يداوي وواحد يجرح. اذا حنا هنا بيناتنا الدوله ديالنا تداوي وحنا نجرحوا، الدوله تداوي ونعطيو حتى قوه للبلاد ديالنا باش انها تقدر تحاسب ذاك الانظمه وتقول لهم ما قمتم به اتجاه الشعب المغربي راه كاين عندي واحد الغضب شعبي، ولكن انا كنظام مغربي نظام سياسي اتحكم في هذا الشعب المغربي من اجل العلاقات ديالنا. اذا الشعب المغربي النظام المغربي هنا تا بغى يستعمل الشعب المغربي على اساس اننا غير راضيين على هاد الافارقه لانهم يستفيدون منا، يقدر يستافد منهم. ولكن حنا خصنا نعرفوا. انا نقول لك كيفاش. انا مثلا افريقي كنت مدايز في الشارع كنلقاه كيجي عندي كيقول لي اعطيني درهم، الا نمسح لك الطوموبيل واعطيني درهم، ما غنبقاش نعطيه. انا افريقي كنت كنلقاه كيجي كيقول لك ما واكلش بغيت ناكل، سير اخويا لا تاكلش، سير موت بالجوع رجع لبلادك، انا اش نعطيك؟ واش انا بلادي كتقول لي سير عطيه؟ انا داك الدرهم ولا داك الماكله اللي غنعطيها له نعطيها لولد بلادي. انا الا غيجي عندي افريقي ونكري له باقل ثمن نمشي نكري لولد بلادي بقل من داك الثمن اللي غنكري له. اذا انا كنقول خصنا نديروا اليد في يد بعضنا ونهضروا على بلادنا وندافعوا على بلادنا، وهذه كتسمى معارضه ايجابيه، والمعارضه الايجابيه هي اللي بغيناها حنا في المغرب. وثاني حاجه بالنسبه للخوت اللي كتقولوا اننا خصنا ما نديروش هذه رده الفعل وكذا ومن بعد ذلك تضربوا في الاعلام، انا كنختلف معكم في مساله الاعلام. ولكن ما يمكنليش مثلا انا نهضر وننتقد مثلا شي واحد قال الاعلام عندنا فاشل، لانني انا كنشوف الاعلام هو وجه الدوله، الاعلام هو اللي غادي يسوق للدوله. اذا الاعلام ديالنا شنو كيسوق؟ الانجازات والمشاريع اللي كيقوم بها صاحب الجلاله، واللي حنا ما ربما بقوه هاد الجزائريين بقيناش كنعرفوا الانجازات اللي كيقوم بها الملك محمد السادس. اي الاعلام ديالنا كيلعب على وجه الدوله،
اما الاعلام ديال الجزائر والاعلام ديال مصر هادوك ما كيديروا لا مشاريع لا انجازات بتاتا. شنو مخرجين لهم غير استغلوا التظاهره الرياضيه ديال كاس افريقيا، نظام الكبرانات عن طريق المؤسسه البرلمانيه خارجين بسن قوانين وبسن قرارات اللي هي ارهقت كاهل الشعب الجزائري. الاعلام الجزائري جالس كيدير لهم واحد التغطيه اعلاميه ان العدو يتربص وان المغرب وان كذا، كيلاهيوهم باش يقنعوهم من مؤخرا ان ذاك القوانين وان التبول اللي تبول عليهم هذا النظام كيقول لهم راه السماء تمطر، هذا ليس تبولا، خليكم ملاهيين مع المروك. اما الاعلام ديالنا انا كنشوفو كيخدم صوره الدوله، ولكن ما ننتقدش معاكم، ما نقولش الا ما تقولوش، لان هذا كيتسمى انتقاد ديالك المؤسسات ديالك اللي في البلاد ديالك، والانتقاد يكون مزيان بناء هذا، لانهم حتى ذاك الاعلام غادي ينوض يدير واحد البادره يقول راه كاين الانتقاد، والانتقاد البناء هذا هو اللي غادي نتفقوا عليه. انا كنقول للجميع اليد في اليد. شنو اليوم؟ مغرب اليوم، وكيف ما قال الملك محمد السادس مغرب الامس ليس هو مغرب اليوم. اذا دابا حنا كنقولوا اليد في اليد من اجل بناء مغرب الغد. تحياتي. اذا خصنا نتحدوا ونوضوا ببلادنا، واللحمه الوطنيه من طنجه للقويره 37 مليون مغربي بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نطالبوا باصلاح المؤسسات والاحزاب، ومن بعد ذلك غادي نزيدوا للامام بالبلاد ديالنا. ولنا الثقه في وليد الركراكي والمنتخب المغربي اللعابه المغاربه اداو البلاء الحسن، ولنا الثقه كذلك في السي القجع، ولنا الثقه في الامن المغربي اللي وفر الامن الكامل لهذه التظاهره الرياضيه اللي نجحت. وهنيئا لنا بتنظيم التظاهره العالميه اللي هي كاس العالم، ولا عزاء للحاقدين. شكرا خي ادريس. سي ابرنوس تحياتي لك وشكرا لك. انا روز جبور جوكير السي عبد الكريم تحياتي لكم الخوت اللي تحت معنا. حتى اللقاء واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم ان شاء الله. تحياتي كمال، شكرا لك على المشاركه وحياك الله.